ارجع ورا ارجع ورا. طيب واقف. طيب طيب. شظاي طبا لني. تفاجأنا في الأيام الماضية القليلة بأن الاحتلال التركي ومن كان معه من المرتزقة قاموا يستهدفون المساجد بشكل مباشر ومتعمد. مسجد التروازية، مسجد أبو بكر الصديق، تم استهدافه بشكل مباشر، ومسجد قرية الفاطسة، مسجد الرحمن، ومسجد صيدا. فهذه المساجد استهدفت عمدا. طبعا هو لا يقتصر فقط على هدم المساجد، علما أنه هذا ينافي لأخلاق البشرية جمعاء والديانات السماوية، وخصوصا دين الإسلام الذي جعل قدسية للمساجد، أعطاها قدسية عظيمة. وعلى مر الحروب في القرون الماضية، إذا حصلت حرب بين الجيوش، إذا دخل الناس إلى المساجد كانوا آمنين حتى من الكفار، لا يدخلون عليهم المساجد لقدسية المساجد عند الناس جميعا. المسألة الأخرى، لا يقتصر استهداف المساجد فقط، إنما حتى يستهدفون المرافق والمنشآت الحيوية التي تخدم الناس كمحطة الكهرباء والأماكن والأراضي الزراعية والسيارات والأسواق، وهذا كله سبب شلل حركة الناس. وتعاليم الإسلام تعاليم عظيمة، لكن يأتي إنسان باسم الدين وباسم القرآن والإسلام ويروع الآمنين ويهدم المساجد، فهذا أمر مرفوض. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اليوم نحن بأم أعيننا نرى هدم المساجد والإفساد في الأرض من خلال هتك الأعراض، ومن خلال تدمير المنشآت وقطع أرزاق العباد. فهذا كله يتنافى مع جميع الديانات السماوية، وخصوصا دين الإسلام الذي حض على حفظ الأنفس.